احسن تطبيق او ابلكيشن ممكن تحسب بيه وتتابع بيه سعراتك الحراريه على مدار اليوم، الجزء الثاني. جاهزين؟ يلا بينا. السلام عليكم، معكم حسين سيد من انفورما، والنهارده بقى الجزء الثاني من حلقه احسن تطبيق او ابلكيشن ممكن تحسب بيه سعراتك الحراريه على مدار اليوم، وهنكمل كلامنا على فات سيكرت. فيلا بينا. بعد ما خلصنا الويت هنخش نحط الاكل اللي احنا اكلناه في اليوم. هنا الشاشه اللي بتوريك ان انت ازاي تحط البريكفاست او الفطار بتاعك، الغدا بتاعك، العشاء بتاعك، وسناكس او اي اكلات تانية انت اكلتها في اليوم. وفي الاخر هنا بيقول لك السمري اللي انت المفروض تشوفه بعد ما تدخل الاكل ده، اذا كنت انت من 2600 كلت كام، كلت زياده، كلت اقل، ناقصك حاجه. هنشوف دلوقتي. الخطوه اللي بعد كده ازاي تعرف تحط نوع الاكل اللي انت اكلته من شويه. هتدوس اول حاجه على علامه البلس عند بريكفاست، هيفتح لك علامه اسمها سيرش. انت بتدور على الاكل اللي انت عايز تحطه، فانت هتدوس مثلا في البريكفاست انا باكل بيض، فدوس اج وادوس سيرش. هيطلع لك كذا اختيار، انت تشوف انت اكلت البيض بأني حاجه. يعني انت مثلا لو قليته هتاكله فرايد مثلا، ولا حطيته في الفرن، ولا عملته ايه. فانا هختار بيضه عاديه وادوس. ركز معايا في الخطوه دي. الخطوه دي بقول فيها انك بتدوس على سيرفينج سايز دي عشان تعرف تختار الكميه اللي انت اكلتها. هتختار، شوف انت اكلت بيضه كبيره، بيضه صغيره، ولا بالجرام. انا عن نفسي باخدها بالبيضه عشان ما اكتر البيض في بلدنا. فانا مثلا كلت 3 بيضات كاملين، وبعد ما اختار ال3 بيضات كاملين بدوس حاجه اسمها سيف. نزود على الفطار تاني. انا كلت ايه مثلا؟ كلت برضو بياض بيض، ما كلتش بيض لوحده، لا كلت بياض كمان. فبندوس على كده، وبعد كده بندوس ايج تاني بس بنكتب وايت. بنسيرش عليها بنلاقيها ايج وايتس اهي. بنختار برضو السيرفنج 1 لارج، وبعد كده بندوس عليها صح، وبعد كده بندوس سيف. وهنا جالي بياض بيض واحد وانا واكل 3 بياض بيض، فبدوس عليها وادوس اديت وبدوس سيف. طيب كلت حاجه تاني ولا لا؟ انا كلت مثلا جبنه قريش، فنيجي ندخل هنا الجبنه قريش. انا اصلا مدخلها قبل كده. ندوس عليها ونختار الجبنه القريش. نبص هنا بقى نلاقي ان السيرفنج سايز بتاعها كوبايه، وانا واكلها بالجرام. واكل مثلا 150 جرام الصبح جبنه قريش، فاخش على السيرفنج سايز وادور على الوحده اللي هي الجرام، وبعد كده بدوس سيف. هنا كاتب لي هو 100 جرام، انا اكلت 150. بدوس تاني على جبنه قريش وبدخل 150 جرام وادوس سيف. ونزلنا تحت في السمري هنلاقي حاجه جميله جدا. هنلاقي ان هو بيقول لي ان انت الكالوريز اللي انت خدتها 426، وكمان مفصل لي تحت بالكوليسترول بالصوديوم. حاجه جامده جدا. زي ما عملت كده في الفطار اعمل كده في الغدا، اعمل كده في العشاء. بس عايزك تركز معايا في الخطوه الجايه دي. في ناس كتيره بتتلخبط توزن الاكل قبل الطبخ ولا بعد الطبخ عشان يديها السعرات الحراريه دي. الاجابه هي مش فارقه. هنا في الابليكيشن ممكن تكتب له الاكل ده مطبوخ او الاكل ده خام اللي هو رو. فتعالوا نشوف ممكن نحسبها ازاي. يعني مثلا لو دخلنا على الغدا وكتبنا مثلا رز، ممكن تكتب جنبيه كوكد عشان يبقى رز مطبوخ. مثلا انا باكل رز بسمتي، فهو بسمتي مطبوخ، فبندوس عليها وندوس سيرفينج سايز. انا مثلا بحسب الرز بتاعي بالجرام، فننزل على جرام وندوس سيف. وانا اكلت مثلا النهارده 150 جرام رز. ده يا عم حسين في الاكل اللي ممكن اطبخه في البيت. هل هو ممكن يتراك برضو الحاجات اللي انا باكلها بره البيت زي مثلا الفاست فود؟ تعالوا نشوف. مثلا نكمل اليوم وندوس في العشاء. كلنا مثلا بيتزا، تعالوا نشوف هو هيطلع لنا بيتزا ولا لا. في بيتزا، ولو انت عايز كمان بيتزا هات ممكن تكتب بيتزا هات. جايب لك كل حاجات اللي في بيتزا هات. تشيكن سوبريم بالسلايس. السلايس بتاعت البيتزا فيها 300 كالوري تقريبا، خلي بالك بقى. وبرده لو عايزين نشوف لو في مثلا مطاعم تانية زي ماكدونالدز مثلا، ممكن نكتب مثلا بيك تيستي. ظهر لنا اهو بيك تيستي. بيك تيستي يا جماعه في تقريبا 850 سعر حراري، فربنا يكون في عونكم. طيب ممكن نعمل ايه تاني في الابليكيشن ده ونستخدم الفيتشرز او الخصائص اللي فيه عشان تساعدنا في موضوع متابعه السعرات الحراريه؟ ممكن كمان نخش على ريبورتس
في ريفورس بقى هتلاقي فيه 3 سيكشنز. السيكشن الاولاني اللي اسمه كالوريز ده بيعد لك الكالوريز اللي احنا خدناها النهارده، عدلك قال لك في 1009 كالوري احنا خدناهم النهارده، والجول بتاعك كان 1600، يعني انت لسه ناقص لك تقريبا 1600 تانيين. وهنا بيديك البرسنتج او تقسيمه البريكفاست واللانش والدينر او الفطار والغدا والعشاء والسناكس اللي انت خدتهم. طبعا احنا دخلنا بس في الفطار ودخلنا في الغدا، فجايب لك البرسنتج متقسمه على الاثنين. ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن نخش تاني على ماكروز. هنا هيقول لك كام كربوهيدرات فاتس بروتين في كل اكله انت اكلتها، بيقسمها لك تقسيمه حلوه جدا من رايي، وبيديك البرسنتج بتاعتها. ممكن ندوس على ثالث سيكشن. ثالث سيكشن هيجيب لنا الكالوريز اللي احنا خدناها في اليوم عامه، والبروتين والكربوهيدرات والفايبرز والشوجر والساتوريتد فاتس بص كل حاجه موجوده في الاكل هتلاقيها في ريبورس في ثالث سيكشن. فالسيكشن ده مهم جدا اللي هو ريبورس. ده كل اللي انت محتاج تعرفه عن فات سيكريت، وهو فعلا ابلكيشن مهم جدا ليك عشان تعرف تتابع بيه سعراتك الحراريه. فاتمنى يكون الفيديو فادك، واتمنى كمان اني اكون قدمت لك حل للمشكله اللي انت بتواجهها انك تحسب سعراتك الحراريه. ما عندكش حجه كده. ولو عندكم اي توبيك عايزين تتكلموا عليه في الحلقات الجايه سيبوهولي في الكومنتات تحت. وفي الاخر لو الفيديو فادك اعمل له شير عشان تفيد اصحابك كمان، لايك على الفيسبوك، فولو على الانستجرام، ولو انت على اليوتيوب دوس زرار سبسكرايب تحت عشان ما يفوتكش اي حاجه من حلقات انفورما. سلام.